الحلم بالنسبة لجماهير أن يعود النصر مرة أخرى أو تعود شمسة لتشرق على مستوى كرة القدم العالمية واللعب في كأس العالم للأندية، مثل ما حدث بالتأكيد المرة الوحيدة التي خاض فيها خاطئة من العنزي، وهدف أول. اشتعمل يا عبد الله، اشتعمل يا عبد الله، اشتعمل يا عبد الله. غير معقولة، غير معقولة هذه الهدية. عبد الله العنزي هفوة قاتلة. اشتعمل يا عبد الله بهذه الكرة. وين هذا؟ وين لعبها عبد الله العنزي؟ لمين هذه الكرة؟ لماذا ترك مرماه؟ لماذا لعب الكرة بهذه الطريقة؟ النصر يقبل هدفا مبكرا لبونيوتكور. لم أكن أنتظر، لم تكن تنتظر المدرجات هذه اللقطة. لا يفعلها حارس مرمى بصراحة. عبد الله عليك الملامة 100% على هذه اللقطة، وأنت تدافع عن ألوان النصر. يعني هذا الأمر بحد ذاته أو هذا الشيء يجعلك مطالب بأن تلعب بإمكانياتك، أن تلعب بمستواك. إذا لم تكن كذلك اخرج من النصر، لأنه في هذه اللقطات غير مقبولة يا عبد الله، غير مقبولة. أعرف أني قاسي عليك لأنك تستحق بصراحة. أخطائك كانت قاتلة في العديد من المرات. العنزي واحد من أوقع باللا شيء. تمرير على جهة اليسار، محاولة مرتدة لمصلحة بونيوتكور. مساحة كبيرة أمام شوكوروف، كرة عرضية محاولة لكنها بعد ذلك تغطية وتدخل، وفي الأخير الكرة إلى ضربة مرمى. بالروح اللي اعتدناها في ذلك الموسم الخرافي، في ذلك الموسم الاستثنائي. لمسة محاولة لمصلحة بونيوتكور على جهة اليمين. الفريق الأوزبكي عاد للهجوم مرة أخرى. الكرة العرضية بالراس، وهدف ثاني لبونيوتكور. هدف ثاني لبونيوتكور. كرة عرضية رائعة، راسية شاكر زواقي يسجل بونيوتكور هدفا ثانيا. تكلمت عن كارينيو إيجيتا وقلت عن روح لاعبين وليست عن قمصان تتحرك في ملعب الملك فهد تمثل النصر، وهي لا شيء حتى الآن نقول في مباراة الليلة. الفريق الأوزبكي الذي جاء من بعيد، بعيدا عن الترشيحات، يظهر بشكل جيد، يسجل هدفا ثانيا في مرمى النصر، وقد كانت له الفرص أكثر، الخطورة أكبر، الأداء أفضل. النصر يظهر في مباراة اليوم بشكل مغاير عن كل الأشياء التي انتظرناها، عن ملامح النصر الذي توقعته في ليلة آسيوية. يبدو أن الأمور لا زالت معقدة على المدرج الأصفر. هنا هدف ثاني لبونيوتكور في مباراة. المهم أنهم واثقين في قدرتهم، المهم أنهم قادرين على أن يعودوا. اللقطات اللي ظهروا فيها بمستواهم. النصر ضيع هدفين. الآن ركنية من جانب أدريان، عرضية خطيرة، حارس المرمى خلصها مرة أخرى. شايع وركلة جزاء، ركلة جزاء نصراوية. نعم شايع جابها، ركلة جزائية نصراوية. شوف اللقطة، ظهر النصر في دقيقة واحدة، يمكن دقيقتين بس، دقيقتين هيجيتها وشوفنا النصر فيها وعودة النصر فيها وروح النصر فيها. ثم بعد ذلك الحصول على فرصة خطيرة عادت من القائم، أخرى خلصها الحارس، والثالثة بركلة جزاء ليحصل النصر على فرصة من أجل أن يعود. المهم أن يستغل هذه الركلة. شوفها مرة أخرى، شايع اندفاع كامل المدافع، وفي الأخير الكرة إلى ركلة جزائية نصراوية. ركلة جزائية نصراوية في هذه اللقطة. الآن فرصة أدريان. 2-1 في الشوط الأول. تعيد النصر. هدف توقيته مهم جدا بالنسبة للعالمي. أدريان سيحاول مع هذه الركلة. أدريان وكل جماهير النصر تنتظرها. أدريان أمام هذه الركلة، يلعب كرة، هدف نصراوي لأدريان. عودة نصراوية قبل نهاية الشوط الأول. الله على أدريان بشكل رائع، يضع الكرة في المرمى، يعيد النصر مرة أخرى. ربما نقول أنه في الوقت الحالي على الأقل قلب النصر النابض هو أدريان، القادر على أن يغير الكثير من الأمور. أدريان بتحركاته، بانطلاقاته، أدريان بمهاراته، ومن ركلة الجزاء، من علامة الجزاء يعيد النصر. افرح وستعودون بحول الله. هذه ردة فعل غير عادية عند المشجع ليحترق في المدرجات وليطلب من اللاعبين أن يفعلوا مثل اللقطة اللي يفعلها، أن يحترقوا في الملعب، أن يحتاطوا. مينوري شكل خطرا كبيرا جدا على مرمى النصر في الكرة الأخيرة. من بعض اللقطات اللي لا تنتظرها، لا تتمناها. كرة مرة أخرى على جهة اليمين، محاولة لمصلحة بونيوتكور في منطقة الجزاء، محاولة تسديد كرة، وهدف ثالث لمصلحة بونيوتكور.
هدف ثالث نظر اليه عبد الله العنزي للكره وهي تعانق شباكه امام دفاع كان مفككا في الكره الاخيره. خامدوف يسجل هدف بونيودكور الثالث في هذه اللقطه، هدفا ثالثا لبونيودكور. لقطه لا تحتاج مني الى تعليق. هؤلاء المشجعين اللي كان عندهم الرغبة والأمل في أن النصر يلعب بشكل أفضل في مباراة الليلة، استقبلها كما يريد، سددها كما كان يبحث أو كما كان يرغب، ثم دفاع بعيدا عنه تماما، والحارس اكتفى بالنظر إليه وهي تعانق الشباك. نصر موجود في الملعب وغير موجود، قمصانه موجودة، ألوانه موجودة، عاشقيه يحترقون في المدرجات، لاعبي بعيدين عن مستواهم. والفريق الأوزبكي يسجل نتيجة للتاريخ بالنسبة لبونيودكور الذي جاء إلى الرياض من أجل نقطة. أنا واثق في هذا الأمر، أتوقع هذا الأمر أنهم جاءوا يخططون إلى نقطة، وربما الآن قريبين جدا من أن يحصلوا على الثلاث كاملة. إعادة إحياء النصر أو إعادة الروح للاعبي النصر، إعادة العزيمة، الحماس الكبير اللي عند لاعبي النصر. اللقطة اللي كانت بين خالد الغامدي وساتو مينوري لقطة عادية جدا، اللاعب استمر بعد ذلك ثم ضاعت من الفريق الأوزبكي. محاولة باتجاه سهلاوي، سهلاوي في منطقة الجزاء، عودة بعد ذلك يحيى الشهري، تسديدة، هدف نصراوي ليحيى الشهري يعيد النصر مرة أخرى. هدف، تسديدة رائعة ليحيى الشهري في زحمة مدافعي بونيودكور. الشهري يسجل هدف نصراوي، تعادل برغم هذا الشكل غير مطلوب، برغم هذه الصورة الغير مقنعة بالنسبة للنصر، لكن على الأقل نتيجة اليوم. لا يهمنا الأداء بقدر ما تهمنا النتيجة فيما يتبقى من دقائق. تسديدة يحيى الشهري، العشر دقائق الأخيرة على نهاية اللقاء. مباراة فيها 5 أهداف، عودة من السهلاوي، سددها يحيى، سجل الشهري هدفا ثانيا للنصر. البحث عن عرضية أدريان أمام أكثر من لاعب، لمسة بعد ذلك نايف، خطأ نصراوي، برافو نايف، خطأ في مكان خطير جدا. هذه لقطة المباراة، هذه يفترض أن تكون 3-3 نايف. شوفها، تدخل كان واضح في اللقطة الأخيرة، خطأ يحتسب الحكم على شاكر زواغي لمصلحة النصر. إذا كان لنا أمل في العودة ستكون من هذه الكرة الثابتة. هناك أدريان، حسين عبد الغني، سهلاوي يريد أن يكون المنقذ، أكثر من لاعب عند الفرصة ليكون المنقذ. المهم أن تكون هذه الكرة في مرمى بونيودكور. النصر من أجل إدراك التعادل قبل نهاية المباراة ب6 دقائق. أدريان، انتظار في المدرجات، هل يعود النصر؟ هل يعود؟ هذه لقطة مهمة. سهلاوي، كرة ثابتة، حسين العب كرة، ستعود، حتما ستعود، لأنك نصر الأمجاد، لابد أن تعود. جميلة يا حسين، كبرياء النصر، كبير يا عبد الغني، روعة روعة روعة، جميلة من حسين عبد الغني، يدرك التعادل في أصعب الأوقات، في أصعب الظروف، في يوم لا يبدو لنا أنه يوم النصر، لكن حسين لا يريد الخسارة، لا يحب الخسارة.